اوعى تسرح مني، انا عارف انت دماغك. بص فوق 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 معايا. صحيت من النوم، نازل الشغل، خلصت الشغل، بترجع البيت تعبان ومجهد جدا، تتغدى، تفتح الموبايل تقلب فيه شويه، تنزل تقعد على القهوه او تقعد تتفرج على التلفزيون، تخش تنام وتعري منبه لتاني يوم بكره الصبح، وهكذا. ويلكم تو ذا ماتريكس بيبي. ازيكم؟ معاكم دكتور عطيه. فيديو النهارده هناقش نقطه ثارت الجدل كتير جدا جدا على السوشيال ميديا الفتره اللي فاتت، وابرز الناس اللي اتكلمت عليها هو اندرو تيت. A big scam from head to toe. And the reason I call it the Matrix is because a false reality is being projected onto humanity, and they do that by controlling narratives. If they allowed people to have critical and open conversations about, let's say, COVID, at the height of the pandemic, it never would have lasted 3 years. But the reason, because they censor and delete one entire side of the argument. وده اصلا البيرسونال براند بتاعه، اسكيب ذا ماتريكس وهاسلر يونيفرسيتي والكلام ده. انا مش هتكلم في النقطه دي، انا هتكلم بشكل فلسفي اكتر وبعمق بعيدا عن السطحيه، وبامثله عن ازاي الماتريكس بتتحكم في حياتك، وهل انت جزء منها، وهل انت اخترتها ولا انت مجبر عليها، وازاي بخطوات عمليه تخرج وتبدا كده تتسرسب من الماتريكس واحده واحده عشان تعيش الحياه الجميله السعيده اللي انت نفسك فيها، وتوصل للفاينانشال فريدم واللوكيشن فريدم، ودي اهم. الماتريكس مش مجرد الفيلم اللي احنا شفناه بتاع كيانو ريفز وفكرة نيو وهو بيحارب النمط المعتاد وبيمشي عكس التيار والكلام ده. الماتريكس هو نظام انت بتعيش جواه، العالم كله ماشي عليه، بيخليك تعيش حياة مستقرة وآمنة نسبيا، بتبقى حاسس انك يعني في الأمان، يعني ترس جوه المكنة الكبيرة، مش عايز الأضواء تكون مركزة عليك، بتحب ان انت تعيش حياة بسيطة وهادية زيك زي كل الناس، وتتجوز وتخلف وتموت والدنيا فل الفل. لازم كل واحد بيتفرج عليا يقدر ان هو يحدد البوزيشن بتاعه في الحياه عامل ازاي. وخليك واقعي وصادق مع نفسك، ما تخدعش نفسك، ما تخليش الكبر والايجو يعني بالبلدي كده يعني يركبك، وتبقى حاسس ان انت لا، انا ما يمشيش معايا الكلام ده، لا انا برنس، لا انا عندي التجاره بتاعتي، لا انا عندي البيزنس الخاص بتاعي. ستيل حتى لو انت فاتح يور اون بيرسونال براند او يور يوتيوب تشانل او ايا كان، كل دي برضو ماتريكس وخوارزميات بس مختلفة شوية. الماتريكس هي السجن جوه العقل، سجن المجتمع كله عايش فيه ومفكر انه حر، فكر ان انت حر. هتقول يا دكتور عطيه بلاش لعبكه في الكلام وخش في الموضوع على طول. هقول لك يعني ايه الاتنين. محتاج تسال نفسك اسئله مهمه. انت عايش ليه؟ يعني ايه هدفك من الحياه؟ ربنا خلقني خليفه في الارض، وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القران وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. بس ربنا عنده عبادة الملائكة وعنده الجن وعنده كائنات كتيرة جدا وملايين البشر المسلمين الطائعين اللي بيخافوا منه أكتر منك، بيقضوا الطاعات والزكاة والصوم والصلاة وكل الحاجات دي. في ناس كتير جدا أحسن منك، لأن الدنيا طبقات، لازم تكون مقتنع إن في ناس كتير أحسن منك. هل أنا عايش لعبادة بس؟ أكيد لأ. اكيد لا، مش عايش انك تبقى خليفه في الارض مجرد انك تصلي وتخلف عشان يبقى ليك ذريه. لا، لازم تبقى عارف انت عايز ايه من حياتك، وده سؤال برضو مهم. انت عايش ليه؟ طيب انا عرفت انا عايش ليه. عشان ولادي، اكفي امي، عشان اسند ابويا المريض، عشان ايا كان السبب. عايز ايه بقى من حياتك؟ انا بقى عايز من حياتي انا ايه. بعد كده تقدر بقى تحدد هل اللي انت فيه ده نتيجة اختياراتك الخاطئة، أو اختيار أبوك وأمك ليك، أو اختيارات الظروف أو البلد اللي أنت عايش فيها. يعني اللي عايش هنا غير اللي عايش في أستراليا، غير في روسيا، غير في آسيا، غير في الصين، whatever يعني البلد اللي أنت عايش فيها. وتقدر بقى تحدد هل يعني دي ظروف أنت مجبر عليها، أو أنت في ماتريكس أنت مجبر عليها، ولا أنت اللي خلقتها لنفسك. بالبلدي كده يعني إيه، أنت عايش كده مبسوط، يعني ما الدنيا حلوة أهي يا عم بقى، أنت الدنيا زي الفل، هو شغال شغلانه ومرتبي بينزل لي اخر الشهر ومكفي احتياجاتي وحوش لي قرشين على جنب. ليه بقى اوجع دماغي بقى وهاصل وبتاع واخرج من الماتريكس والكلام الكبير ده لان انت لما تكفي احتياجاتك من الاكل والشرب والجنس، احتياجات الاساسيه، ملبس والمسكن والكلام ده، تبدا بقى تفكر انا عايز ايه بعيد عن الاكل والشرب. يعني انا عايز ايه من حياتي؟ ايه الاثر اللي عايز اسيبه؟ ايه القدر اللي ربنا خلقني لسببه؟ ايه القدر اللي ربنا خلقني عشان احققه؟ وهل لو مشيت الناس هتفتقدني، او هتكون بتدعي لي بالخير، او هتكون بتمتثل بيا، ولا انا اصلا نموذج سيء وبني ادم تايه وضايع في حياتي؟ الوعي يا جماعه هو اول خطوه. الوعي ان انت تبقى عارف انا في ماتريكس، حياتي مش احسن حاجه، عندي عادات كتير غلط، مش مستقر نفسيا ولا ماديا، محتاج ان انا اظبط الحاجات دي واشتغل عليها. نبدا بقى كده نفصص واحده واحده وعلى السريع، انا مش هطول عشان الفيديو ما يبقاش تقيل عليك. اول حاجه الناس بتتكلم عليها هي الماتريكس بتاعت الكارير. لازم تكون فاهم ان انت الكارير بتاعك في دول افريقيا غير في الخليج العربي، غير في اوروبا، غير في امريكا، غير في روسيا، غير في استراليا، غير في الصين. يعني كل بلد منهم ليها ماتريكس خاصه بيها.
انت الميتريكس بتاعتك بيلو ال $500 في الشهر، ولا $1000 و2000 في الشهر، ولا $5000 في الشهر. والناس هتقولي طب الميتريكس والماده، يعني انت بتحدد قيمتي كده على اساس الماده. هقول لك مش انا اللي بقول لك كده، الميتريكس بتقول لك ان مكانتك الاجتماعيه واحترام الناس ليك وحبك وقدرتك على جذب شريك حياه وقدرتك ان انت تبروفايد فور بيبل، او ان انت تقدم لهم حاجات تساعدهم في حياتهم زي علاج لو امك تعبانه، لو حد من اهلك محتاج مثلا مصاريف جامعه او مدرسه او غيره، لو انت نفسك محتاج تاكل وتشرب وتدفع ايجار وفواتير كهرباء ونت. كل الحاجات دي بتعتمد على مقدار دخلك، ما انت بتدخل قد ايه فتقدر تصرف قد ايه، يعني بالبلدي. يعني الكارير يا جماعه مش تضييع وقت ومش حاجه وحشه، وفكره انك تبقى امبلويد دي حاجه مش سيئه لو انت بتفولفل بيها غرايزك، ان انت حاسس انك ليك قيمه، انك بتاثر في الناس اللي حواليك، انك بتؤدي وظيفه مهمه جدا لحياه الناس، سواء كان انت بتقدم لهم، انت شيف بتقدم طبخه، او انت مهندس بتصلح عربيه، او انت راجل دكتور بتعالج الناس، او محاسب او محامي بيدافع عن المظلوم، او ضابط بيكافح الجريمه والمخدرات وغيره. فانت لازم تكون وظيفتك ليها دور، ولا تبقى انت كده يعني من الاخر حمار شغل بقى. ده بقى اللي بيتقال عليه حمار شغل. انت بتشتغل عشان تدخل فلوس، بس انت حمار ما بتفكرش، جاست ان انت بتعمل التاسك. انت الشاكوش والمسمار بيعدي عليك عشان تخبط المسمار، كل مسمار يعدي انت تقعد تخبط بس، ما بتعملش حاجه تانية. خلصت تروح ونام بقى وتعالى تاني يوم بكره الصبح. والنقطه دي تنقلنا لحاجه تانية، هي ان بما ان وظيفتك مرتبطه بمصدر دخلك، فهل مصدر دخلك ومرتبك مش بيزيد مع زياده التضخم العالمي؟ يعني انت كل ما اسعار السلع بتزيد، هل انت دخلك بيزيد بحيث تقدر تكفي نفس احتياجاتك، ولا انت بتجري في الاخر يعني في عجله كده زي الفار الهامستر، مهما جريت عمرك ما هتوصل للنهايه، يعني مش توصل للحته اللي انت عايزها. فدي نقطه. النقطه التانية وهي ان وظيفتك اصلا، او معظم الوظائف يعني، خاصه في القطاع الخاص يعني مش القطاع الحكومي. القطاع الحكومي الدنيا فيه بتبقى كفته، وبيبقى فيه فساد كتير في كل حته في العالم. الدنيا بتخلص يعني 9 الصبح ل 2 الظهر وخلاص، وبتروح وعملت البصمه وانت 100 100. بس في العمل الخاص بقى انت بتحتك بمجتمع اكبر، بتبقى عايز ان انت تثبت نفسك، بتبقى عايز تطور النتورك بتاعتك وعلاقاتك عشان تتنقل من وظيفه لوظيفه تانية، من بوزيشن لبوزيشن تاني اعلى، وهكذا. ماتريكس بيوفر لك ده باحترافيه، بيديك المرتب ها يا دوب تكفي احتياجاتك، تبقى يعني ايه في شويه رفاهيات كده برضو عشان تقدر تشتري شويه دوبامين رخيص، سواء كان اكل او اشتراك مسلسل او اغاني، او تنزل تقعد تلف لفتين بالعربيه بما ان البنزين غلا واحنا في حروب يعني. فالميتريكس بتوفر لك النقطه دي، اللي هو انت متقدر بس في مخرج بسيط تقدر ان انت تتنفس منه شويه، تشتكي كتير قوي او تنقل العدوى بين المجتمع، اللي هو ايه ده انا حالتي زي الزفت، بص على جنبك انا حالتي كمان زي الزفت، احنا حالتنا كلنا وحشه. فاهم الفكره دي؟ اهم نقطه. المشكله يا جماعه ان احنا اول جيل جين زي يعني يصطدم بالرأسماليه او بالكابيتاليزم بالقوه دي. تغييرات في اسعار الوقود، تعويمات في العمله في مصر وبره مصر، والدولار الامريكي نفسه بيتعوم يعني متبهدل، والناس نفسها في امريكا بتصوت من اللي بيحصل. يعني احنا بيحصل تطورات كتيره قوي وسريعه قوي، انت ما عدتش ملاحق، واصلا الاتنشن سبان بتاعك برضه من الميتريكس باظ بسبب كتر السكرولينج. فانت ما عادش فيه تركيز، بقيت عايش ومش عايش. يعني انت يو ار افيلبل، انت حاضر بس ذهنك مشتت، وقلبك وروحك عمالين يفكروا في حاجات مختلفه بسبب كتر المشاعر المضطربه اللي بتحصل على مدار اليوم، كتر الاحداث اللي بتحصل اللي انت مش ملاحقها، ومش قادر تهدي الفريكوانسي او الريتم بتاع يومك او بتاع حياتك وافكارك. ومشكله جيلنا بقى كمان اكتر ان هو بيحب المظاهر جدا، والانفتاح بتاع السوشيال ميديا اللي سببته الماتريكس خلاك انت عبد للايفون وللعربيه موديل السنه وللبراند اللي بينزل كل اول شهر جديد. يا سلام بقى لو اخدت قرض عشان انت مش قادر تلاحق زي ما قلنا بسبب التضخم وغلو الاسعار، وبسبب ان الوظيفه بتاعتك ما عادتش بتديك الفاليو او المقدار المال او مقدار المرتب اللي انت نفسك فيه. يعني انت السكيلز بتاعتك ثابته زي ما هي، لان انت معتمد على التشيب دوبامين اللي الوظيفه بتوفره لك نتيجه الماتريكس. هتلاقي ان انت يا سلام بقى لو اخدت قرض، القرض ده عليه فوائد، الفوائد لو اتاخرت عليها بتزيد، تدفعش يا ريس، بس انت هتفضل سليف تو ذا سيستم مدى الحياه. واكتر ناس سليفز في الحته دي هم الامريكان والاوروبيين، حياتهم كلها حرفيا باي تشيك تو باي تشيك. واي حد عايش في اوروبا او في امريكا عارف النقطه دي كويس، ان الناس دي هي مش شايله هم بكره، هي عايزه تعيش دلوقتي وخلاص. معظمهم اصلا ملحدين او شواذ او ناس يعني ايثيستس، يعني ما مش مؤمنين باي دين اصلا، مش فارق معاهم الحياه الاخره. هم بالنسبه لهم ان انا عايز اعيش دلوقتي واستمتع، انا عايز انام مع الموديل دي، انا عايز اجيب العربيه دي، عايز اجيب الايفون ده، عايز اجدد، عايز. فالناس دي بيفضلوا دايما عندهم كريدت على للبنك، يعني عليه فلوس للبنك، عليه قرض، مش هنحبسك هنعمل لك حاجه،
مش هنخليك تتحذر من السفر مثلا او اي حاجه زي كده، لكن انت دايما اي فلوس هتخش لك احنا هناخد منها. فانت مهما دخلت فلوس عمرك ما هتحس انك قادر تشم نفسك، عندك حريه قرار تقدر تعمل اللي انت عايزه. لا، انت دايما عليك فلوس وعليك ضرايب لازم تدفعها. واكتر ناس عبيد للنقطه دي وعبيد للماتريكس هم الامريكان، بيدفعوا ضرايب من اي مكان في العالم. انكل سام يا باشا لازم تدفع له، البيتشيك بتاعك بينزل اوتوماتيك بيتقص، يعني بسبب ان هم عندهم كاشليس ايكونومي، يعني اقتصاد مبني على الارقام، كله ابل باي والفيزا، مفيش حد بيمسك كاش في ايده. لان نقطه تانية لسه هنتكلم فيها قدام، ان معظم الفلوس اللي في العالم اصلا ما اتطبعتش، هي مجرد ارقام على الشاشه. يعني بره بيسالوا القروض للبيت وللعربيه وللتعليم، حتى التعليم بتاخد له قرض بره. هتتعلم في هارفارد عشان تاخد شهاده، تعمل بيها ايه يعني؟ هدخل بيها مرتب كويس، هبقى سكيورد جوب $3000 في الشهر، بيتقسم منهم انكم تاكس، بيتقسم منهم هيلث كير تاكس، انشورنس، قسط عربيه، قسط ايفون. حتى لو $10 في الشهر هتلاقي انت متبقي لك يا دوب اكلك وشربك بالعافيه. عشان كده هم مرخصين الاكل في امريكا، هو بيغلى بس هم مرخصينه، يعني افوردبل. الناس الهوملس هي الناس اللي بتختار ان هي تبقى هوملس او يبقوا مدمنين مخدرات او كحول او جامبلينج اللي هو القمار وغيره. على عكس بقى بلادنا العربيه، بتصعب عليك الاستلاف جدا، ممكن تتسجن لو ما سددتش المبلغ اللي عليك. صعب انك تستلف او ان انت يعني تاخد قرض من البنك، بسبب ان انت في ناس كتيره جدا اخدت قبلك قروض ما عرفتش تسددها. فالموضوع عندنا صعب، ودي حاجه كويسه، لان عايز اقول لك ان بقت في ناس بتشتري التيشيرتات والهدوم بالقسط، ابلكيشنز فاليو مثلا وغيره. فلو كويس ان الموضوع عندنا صعب، والا كانت هتبقى كارثه. يعني بما اننا ذكرنا الماتريكس، فعايز اقول واحد من التوب جيز في حته الماتريكس دي هو الملاكم المشهور جدا والعالمي، هو انا اونلي فلويد ماي ويذر او ماني ماي، مسمي نفسه كده. ده راجل غير متعلم، جاهل، ما بيعرفش يقرا او يكتب، بس مليونير وملياردير وشاري ناطحات سحاب. ماتش البوكس بتاعه ب $50 مليون و$100 مليون، وانت لو سرشت عليه هتلاقيه اصلا 50-0، دخل 50 مباراه محترفه ماتشات بوكس، منها السكريبتد مثلا زي بتاع لوجان بول، ومنها اللي نص نص، ومنها الماتشات الصعبه اللي كان اصلا يخسر فيها، ولكن كسب 50 ماتش محترف. بوم، بيعمل فلوس، بيعرق فلوس حرفيا. طبعا هو مساند لاولاد العم، وراجل يعني ما بيحبش العرب وما بيحبش المسلمين. بس المغزى من النقطه دي ان هو غني جدا، معاه فلوس كتير قوي 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 قوي، وما زال كل لما تشوف اي لقاء له بيتكلم I make money, money don't make me, everything is money. If you go on a date with your girl, you need money. If مش عارف ايه money, money. عامل براند بتاعه او البيرسونال براند بتاعه TMT, the money team. Why is the money so important? Why do you always come back to the dollars? People want to know. I mean, you obviously have a fascination. You've earned a lot. You show it all the time. You talk about it a lot. Why does it always come to money? Why not? I mean, everything you got on costs money. Everything you do costs money. You can't take your wife on a date for free. Is that how you measure your success? No. I'm loyal and honest. And I'm a good person. And I call a spade a spade. Money don't make me, I make money. And without money, I'd be the same person. I fought so many fights for free. كل حياته عباره عن فلوس، مع انه عنده وفره كتيره جدا منها. يعني تخيل انت معاك مش كوبايه قهوه، انت معاك اطنان قهوه، هيبقى كل كلامك عن القهوه برضو؟ يا ابني ما هي معاك كتير، اتكلم بقى عن الشاي، عن البقدونس، عن الكرفس، عن الحلبة، اليانسون. لا، البن، القهوة. ما انت معاك منها كتير، انت معاك فلوس كتير. هو عبد لفلوسه، هو جوه ماتريكس الفلوس، فلوس متحكمة فيه، بيفكرش غير فيها. انه معاه مليارات، يعني مش هيقدر يصرفها، حتى مع انه جاب طيارات خاصة وجاب قصور وجاب وساعات ذهب والمازات بص، حياة الأحلام، فاهم؟ برضه مش مستريح، بيبان عليه في طريقة كلامه، في عينيه، روحه مش هادية، ودايما محتاج يفلكس ويلبس سلسلة كده طولها 2 50 باوند من الذهب والألماظ. ليه يا عم؟ ما انت غني، انت عايز تثبت لنا ايه؟ عايز تثبت لنا انت بره الماتريكس؟ لا، انت مش بره، انت في ماتريكس مختلفة شوية. وصلت لك الفكرة؟ اتمنى تكون وصلت لك. اوعى تسرح مني، انا عارف انت دماغك بص فوق 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 معايا، عارف ان انت دماغك بدأت تشت مني، عشان يعني ما ندجش ديب، مش عايز نخش في الموضوع اكتر ونغوص. انا عايز ادي بقى حلول عشان يعني الفيديو ما يطولش قوي. يا دكتور عطية بقى، قول لنا بقى ازاي نخرج من الماتريكس، بدأنا نزهق وهنقفل الفيديو. حاضر. اول حاجة هي انك تقلل استهلاك.
الماتريكس بتزرع ثقافة الكونسومشن، استهلاك استهلاك استهلاك، محتوى، مسلسلات، افلام، فيب، سجاير، ايكوس، استهلاك استهلاك استهلاك. جدد عربيتك، جدد هدومك، جددي الميك اب بتاعك، حسن شكلك، ازرع شعر، اعمل هير روتين، اعمل سكين كير روتين. قلل الاستهلاك شوية، قلل الاستهلاك شوية، قلل الاخبار، قلل الانبوتس، قلل المسلسلات، قلل الافلام. يعني ادي بريك لعقلك ان هو يبقى اناليتيكال شويه، يبدا يبقى كريتيكال، مهاره اسمها كريتيكال ثينكينج او التفكير النقدي. انت ما تاخدش اي حاجه كمسلمات. دكتور عطيه راجل زي الفل وبيديك نصايح 100 100، بس ابدا حلل كلامه شويه. هو بيقول كلام صح ولا بيهجس؟ هو عايز يفيدني وبيقول فعلا كلام لو رجعت وراه هيبقى مظبوط، لو هو بس مجرد انه يعني ايه، شغال كده في الخلفيه باك جراوند نويز وانا سايق العربيه ورايح الشغل الصبح، او انا قاعد باكل ناس بتقول لي انا بقعد اتفرج عليك وانا باكل انت زي الباك جراوند نويز بالنسبه لي، او حاجه بتسليني وانا باكل. يا عم شرف ليا والله ان انا بسليك، بس يعني انا عايزك تلقط الزتونه. انا مش صانع محتوى يعني، لا انا بني ادم حقيقي، دكتور صيدلي وبتاع، بس انا بني ادم. انا ماليش في جو الانفلونسرز وهاي جايز النهارده هكلمكم عن الريفيو بتاع، انا ماليش في الجو ده. يبقى هتبدل الكونسامشن ده او الاستهلاك ده بايه؟ بان انت تبني عقلك. عايزك تبدا تقرا. اول ايه نزلت في القران اقرا. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم، الى اخر الايه. فالقران الكريم ودين الاسلام بيقول لك اقرا، اتعلم، اتثقف عن الحاجات اللي انت عايزها، مش الحاجات اللي المدرسه قعدت تحشيها في دماغك ودخلت رميتها في الامتحان وبعد كده خرجت مش فاكر اي حاجه. لا، التعليم الحقيقي بيبدا بعد نهايه التعليم الدراسي والجامعي، اللي هو بيحفظ لك شهاده تقدر تشتغل بيها وخلاص. ابدا بقى اتعلم الحاجات اللي انت نفسك فيها، نفسك ترسم، نحات، تبقى سباك، تبقى بتاع تكنولوجيا، بتصلح كمبيوترز، بتطبخ، بتعمل وصفات اكل، تكتب الشعر، اي حاجه. ابدا اتعلم الحاجه اللي انت فعلا مهتم بيها. يا سلام لو هي هاي انكم سكيل او حاجه تقدر تدخلك فلوس كتير، عشان تحس بعائد يشجعك ان انت تكمل في الحاجه اللي انت بتدرسها او بتذاكرها. لان اي علم غير مطبق هو علم لا ينتفع به. يا فرحتي انت اخدت كورسس ودبلومه في حاجه وما طبقتهاش، طب انت كده افدت نفسك وافدت البشريه في ايه؟ منتال جوننج، ما بتاعت دماغك وخلاص. يعني بعد ما تبني عقلك ابني جسمك، ابدا انزل الجيم، ابدا اجري، ابدا العب سباحه، العب كره قدم، العب فروسيه، العب اي رياضه تبني جسمك ومفاصلك وتقويك، تخليك بني ادم مش كسول ولا تخين، وتحميك من امراض الدم ومن امراض الكوليسترول والقلب والكلى، لان ربنا مديك موتور زيرو. انت لما بتشغلوش بيصدي. العربيه اللي ما بتدورش كتير بطاريتها بتنام، فانت مش عايز طاقتك وبطاريتك تنام انت كمان. فابدا انزل الجيم، ابدا اتحرك، لو تخين خس، لو رفيع زيد في الوزن. اهتم بنفسك شويه وبجسمك، كده احنا بنبني العقل والجسم. ثالث حاجه وهي ابني جيبك، ابني مصادر دخل مستقره ومستقله. مستقره مستقله. شغلك لو وقف او وظيفتك عندك حاجه تانية تسند، عندك بيزنس، عندك مصلحه، عندك محل، عندك صيدليه، عندك مخزن، ورشه، اي حاجه ده مستقله، تبقى باسمك انت، اسم احمد، باسم ساره، باسم امجد، باسم مريم، ايا كان، حاجه باسمك انت وباسمك انت تضمنك في عالم المتغيرات فيه سريعه جدا، وفي اي لحظه داون سايز، يلا اقفل البيزنس ومشي الناس دي. انت مش عايز تسمع كده. اسوأ حاجه ممكن تعملها تبقى باني حياه كامله واستقرار زواجك واولادك وتعليمهم ومصاريفك واقساطك على وظيفه ممكن تمشيك في اي لحظه. انما انت بزنسك الخاص عمره ما هيسيبك. انت يا باشا انت البنيه، فمحدش يقدر يسلبك منه الا لو انت سبته. انت حر في الموضوع ده. دخلك لو من مصدر واحد بس، لو انت تاجر كبير بقى وعملك كله عمل حر ما بتشتغلش وظيفه، لو حاطط البيت كله في سله واحده، انت برضو تحت السيطره. لو محلك ده قفل، لو حصلت كارثه وولع، لو البضاعه اللي انت جايبها وقفت في المينا زي البحر، زي الحرب اللي بتحصل دلوقتي في البحر او في مضيق هرمز، هتعمل ايه؟ هتتداين، تاخد اقساط، تبقى سليف للميتريكس بتاعت البنك. الحياه كلها ميتريكس يا صاحبي. طيب بعد ما بنيت عقلي وجسمي ومصدر دخلي، ابني بقى هوايه، ابني بقى محتوى، بيرسونال براند، قناه خاصه بيك، بيزنس، مهاره معينه، استثمار معين. اختار طريقك حتى لو مختلف، وخاصه للناس المختلفه، اللي هي الناس اللي بتصلح حاجة جوه بطارية الموبايل، الفني اللي بيعرف يصلح المواسير اللي جوه قلب الحمامات اللي في الفنادق. عارف انت، خليك كده ايه، مختص في حاجة محدش يعرف يعملها غيرك، عشان تطلب السعر اللي انت عايزه ومحدش يفاصل معاك. كده كده مفيش حد يعمل الحاجة دي غير الراجل ده. في النهاية عشان ما اطولش عليك، عايزك تعيش حياتك مش حياة اللي المجتمع والميتريكس رسمها لك. معظم الناس اصلا هتفضل مكملة حياتها جوه الميتريكس. اغلبية مش هتخرج، مش عشان هم مش قادرين يخرجوا، عشان هو خايفين يفكروا انا عايش ليه، عايز ايه من حياتي، وهل دي اختياري
ولا الظروف مجبرة عليا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو اخدت اي معلومة افادتك استخسرهاش في غيرك، شير الفيديو لان ده بيفيدني. اعملي لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك فعلا. ولو انت اتفرجت عليه للاخر شكرا انك استحملتني وسمعتني. ما تنساش تتابعني على انستجرام والتيك توك لان برضو بنزل عليه حاجات من حياتي الشخصية، ممكن تتعلم مني حاجة. ممكن لو سبت لي كومنت او صححت لي معلومة من المعلومات اللي انا قلتها انا اتعلم منك حاجه. مفيش مشكله، كلنا بنتعلم من بعض. ورحم الله امرئ عارف قدر نفسه. انا ما بقولش ان انا عارف الفوله يعني او عارف كل حاجه، مفيش حد بيعرف كل حاجه. وبس كده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في الفيديوهات الجايه. We are so back baby. الفيديوهات الجايه هتعجبكم قوي. سلام.